دخلت اتمشيت في ممر كلية تجارة جامعة بني سويف. لقيت ممر مليان بشخصيات، كل قطرة دم نزلت منهم اتكلمت عن التاريخ ورسمته بطريقتها. بما اني من ابناء محافظة بني سويف، البلد اللي انا بفتخر بيها دايما انها محافظتي، فتعالوا بقى كده نشوف الشخصيات العظمة اللي رسمت التاريخ وحفرته في اذهاننا، زي الكابتن علي خليل لاعب نادي الزمالك والمنتخب، والمخرج صلاح ابو سيف، طبعا اول معلق رياضي في التلفزيون المصري الكابتن محمد ابراهيم لطيف. نيجي بقى للوجوه الفنيه، الفنان عبد المنعم ابراهيم، والفنان حسن عابدين، والفنانه زوزو ماضي، الفنان القدير رشوان توفيق، وصاحب تترات الزمن الجميل الفنان القدير علي الحجار، ورئيس وزراء مصر الاسبق محمود فهمي النقراشي، وصاحب البردة النبوية الإمام البصيري، والإمام الثامن للأزهر الشريف اللي لقب بالشيخ الصائم الشيخ أحمد الصفتي، وسفير القرآن الكريم الشيخ طه الفشني، المؤرخ الكبير شهاب الدين النويري، أول بطريرك للكنيسة المصرية البابا كيرلس الخامس، ومن ضمن الضباط الأحرار القائم مقام يوسف الصديق، وسيدة مصر الأولى زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات جيهان السادات. ما ننساش بقى شيخ المنشدين الشيخ البساتيني. وتعالوا بقى أعرفكم على عظماء حرب أكتوبر. مدير سلاح المهندسين اللواء جمال محمود. نيجي بقى لصائد المدرعات جندي فايز يوسف. ما ننساش طبعا الشهيد جندي سيد هنداوي. والعقيد اللي أثر كتيبة إسرائيلية مدرعة بأكملها نور الدين عبد العزيز، والرائد عبد العزيز عاطف بسيوني اللي استشهد في المزرعة الصينية. ومدير سلاح المهندسين اللواء جمال محمود علي، ورائد طيار مؤمن عياد قائد السرب 25، والمجند محمود عويس، وملازم أول أحمد محمد كامل، والعقيد أركان حرب يحيى حسن محمد لقب بأسد العريش، وصائد التكفيريين العقيد محمد إبراهيم أحمد هارون، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ علي جمعة، ووزير التنمية المحلية الأسبق اللواء أحمد زكي عابدين، ومحافظ القاهرة الأسبق الدكتور عبد العظيم وزير. كل دول عظماء بني سويف اللي التاريخ حفر أساميهم في قلوبنا. وجميلة يا بلدي.